السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هعمل لكم طريقة كده استخدمتها في عزومة من العزومات، شاورما. فعملت حاجة تغيير كده، شاورما اللحمة وتغيير جنبها شاورما الصدوق. وجبت عيش تورتيلا وحوشتها بيه. بصراحة عجبت كل اللي موجودين في العزومة، فقلت ايه انزل لكم بالطريقة. طبعا الصدوق او اللحمة هنسويهم، لما يستووا نحط عليهم بصل وفلفل الوان وطماطم، ونحبشهم بقى بالبهارات بتاعتنا اللي احنا بنحبها. وبعد ما يستووا كده بنجيب عيش التورتيلا ونحشيه. نحط ايه الحشو بتاعنا. لازم نتنيها التانية دي لان هو كبير جدا عشان نعرف نلفه صح. بنتنيه تانية كده، ونحط كده الحشوة بتاعتنا، ونحط موزاريلا، بنحط كاتشب، بنحط اي صوص يعجبنا. بس احنا من النوع الاغلب اللي عندنا ما بيحبوش الكاتشب والمايونيز او اي صوص كده. هما بيحبوها كده زي ما بتشوفوها. احنا ممكن نزود ونبدع براحتنا اي حاجة. اللفة والتطبيقة دي ليها عامل جامد قوي علشان تبقى مظبوطة كده، يعني تبقى ما تتفكش. لما حد يمسك يعتبر ساندويتش، لما حد يمسكه يعرف ياكله كده يبقى حلو. عملت واحد تاني قدامكم عشان تشوفوا شكل اللفة بجد. هي دايرة كبيرة كده، عيش التوتيلا بنقسمه كده، مش بالنص، لا اقل من النص بشوية. وبعدين بجيب يمين وشمال تطبيقة كده عليه. وبعدين الحتة دي بحس ان هي بتظبط الدنيا. بحب اعملها عشان بحس ان هي بتشد الساندوتش بجد وهو بيلف كده. بس كده. فالساندوتش بيبقى شكله حلو كده وماسك نفسه. حتى اللي يمسكه مش هيقع من اي حتة، مش هيتفتح مهما حصل. دلوقتي دي شاورما بقى اللحمة، برضو نفس الموضوع. اللحمة سويناها، استوت قوي، حطينا لها بهاراتها وكله تمام. ما رضيتش اعيد وازيد عليكم عشان انا عاملاها قبل كده كذا مرة. ال- الفلفل الالوان، والبصل الجوليان، اي حاجه كده بتحبوها في الشاورما، وتكاتكم وحركاتكم. يعني سووها بصوص بصويا صوص او دبس الرمان على حسب اي حاجه تعجبكم. وتتلف باللفه الجميله دي. تمام مظبوطه اهي. بس انا كده خلصت كمية كلها على حسب ساندوتش لكل واحد جنب الطبق بتاعه. يعني هو ما كانتش وجبة رئيسية، هي ساندوتش جنب الطبق بتاعه. في انت عارفين الصيام كمان وكده. بس فايه بعد كده هجيب الجريل بتاعي واحط فيه سمنة بلدي. سمنة ليها ريحة يا جماعة، حطوا سمنة ليها ريحة كده، يبقى تحس ان الساندوتش لما يتحط عليها تحس ان الريحة حلوة. انا بحب قوي ان السمنه تكون بلدي وريحتها باينه. بحب قوي ان الزبده تكون صفرة وريحتها باينه. كده بتبقى الحاجه تحس ان هي متكلفه ومعموله حلو، وبالذات في العزومات. ودي صينيه لازانيا كنت عاملاها، قلت اصورها لكم وتشوفوها. وطبعا انا عاملاها في القناه كذا مره. صينيه اللازانيا طلعت ومحمراها وشها بقى، وما اقولكوش على جمالها وتكاتها وحركاتها. ممكن اسيب لكم الرابط اسفل الفيديو نشوفوا احنا عاملينها ازاي. ده الكمية كلها انا خلصتها على الجريل. ده طبعا كان وقت فطار، فانا ايه بحاول اخطف لكم التصوير. ده بصوا جمالها وحلاوتها بصراحة. بس كانت تقيلة قوي من كتر البشاميل والموزاريلا اللي فيها. ده كان طبق الفرد كده، وعاملين بسلة وحاطين شيبسي وسلطات. فده الفراخ دي عاملينها في الكيس الحراري، هعملها لكم ليها حلقة لوحدها. كانت طريقتها جميلة جدا وكان طعمها تحفة. الكيس الحراري بيخلي الفراخ طعمها جميل جدا، وليها كام تكة كده هقول لكم عليها. فكنت حاطين رز عشان فيه طبيخ، و وقطعة اللازانيا، والساندوتش ده يعني طبق جميل وكامل متكامل كده. بس يا حبايبي، و... وان شاء الله باذن الله هنزل لكم عزايم تانية كتير تنفذوها في رمضان.
وكل سنة وانتم طيبين وصوما مقبولا وافطارا شهيا.